خرافة المقاس الواحد للكل أو قوم تبع. مفيش حاجة اسمها one size fits all أو سياسة الحافظ مش فاهم في مجالنا أو أي مجال الحقيقي. يعني مثلا أنا بشتغل على إطلاق حملة دعاية علشان أعلن عن منتج أو مشروع جديد. هل ينفع إن التاكتكس أو الخطوات والمعطيات اللي بطبقها في الحملة دي تكون هي اللي بستخدمها كل مرة على كل منتج أو مشروع؟ لا طبعا. في مثلا أنا بحدد جمهوري أو الأودينس بتاعي أو المنتج أو المشروع وحدد هوصله إزاي. هل عن طريق التلفزيون ولا الراديو ولا السوشيال ميديا وأونلاين ولا محتاج بيلبوردز في مناطق معينة جغرافيا. وكمان أحدد الفئة العمرية لجمهوري إيه وإيه الوسيلة المناسبة ليهم وهكذا. ولا أنا محتاج ميكس من كل حاجة ولا رود شوز اللي هي التواجد وجها لوجه في منافذ توزيع المنتج أو بيع المشروع الخاص بيا. وكل ما كان الواحد صادق وأمين مع نفسه ومش بيبص في ورقة غيره ومش بيقارن نفسه بحد ومش عايز ينجح على حساب الآخرين، بيدرس وبيعد وبيخطط ونيته هي النفع العام وإفادة الآخرين وتطوير نفسه وبياخد بالأسباب وبيبتدي بالمتاح، هيقدر يفصل الخطوات ويحط خطة ما تخرش المية زي ما بنقول عندنا في مصر، يعني خطة محكمة وتنفيذه وانطلاقته هتكون في منتهى القوة. ومتهيألي اللي ربنا موفره لينا من نعم حاليا وأدوات ووسائل متاحة خلت كل واحد شاطر يفكر إزاي يضيف قيمة ويقدم نفع بمنتهى اليسر والسهولة وبأقل الإمكانيات ومن مكانه. والله تصدق